Hi, how are you? How are you? المنظر ده. الدنيا بتمطر، الناس ماشية بالشمسية وانا نسيت الشمسية. ماشية كده بقى، بس متمطر يعني مش قوي، يعني عادي مش كتير يعني 30 سنة. اهلا اهلا اهلا، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي بجد. وحشتوني قوي. سوري على الغيبة الطويلة دي، بس كان في شوية حاجات كده الحمد لله. ومعايا الصغنونة بتاعتي، كان ابن اخويا كان مسميها ايه، كهرمانة، كروانة كان مسميها كروانة. فانا جيت بكروانة بتاعتي. وحشتوني قوي. معلش على الغيبة الطويلة دي، كل مرة اقول معلش على الغيبة الطويلة دي، مفيش دم. سنة معجونة بمية الكسل. لا والله هو مش كسل، هو بس انا كنت مشغولة شوية، وما زلت مشغولة والله، بس حسيت ان انا عايزة اتكلم مع حد. آه، ولقيت ان الاحسن ان انا اتكلم معاكم يعني، فطلعت. عاملين ايه؟ لسه اول مرة يشوفني، انا اسمي نور. جيت كوريا بمنحة الحكومة الكورية، منحة GKS. بدرس دراسات عليا وتخصص نيوتريشن، تغذية. و بس. ما بعرفش اتكلم قوي كتير يعني، الا لو سالتوني وكده، بس انا كنت منزله سؤال لو عايزين تعرفوا حاجه عني، فانتوا حابين تعرفوا انا بدرس ايه وجامعه ايه. أنا في جامعه انجي. وبس لو اول مره تشوفوني بقى تتفرجوا كتير، ولو زهقتوا مني ومن بطئي، انا كائن بطيء شويه في الكلام، انا اسفه. لو زهقتوا منه من بطئي، ما عادي تقدروا تمشوا، مش هقولكوا حاجه. بس لو انا بتكلم ببطء شويه، بفكر كتير، واصلا انا كائن بيتكسف كتير، فهتلاقوه برضو في وسط الكلام كده مش عارف يجمع، عشان بتكسف قوي. فهتلاقوني كل شويه بضحك، كل شويه بتكلم في اي حاجه ومش مرتبه لها. و بس بقى هي طبيعه، فهي دي طبيعتي، فمعلش بقى استحملونا. المهم ان انا كنت جايه اقول لكم انا موجوده والحمد لله كويسه، وشكرا على كل اللي بيسالوا عليا، على كل اللي عايزين فيديوهات اكتر، وانا ان شاء الله هنزل فيديوهات كتير، بس معلش هتاخد وقت شويه، عشان انا الايام دي عندي شويه حاجات كده كتير ملخبطاني. المساحه جت دلوقتي وعايزه تفصل ليه؟ المهم، والله كنت نسيت انا بقول ايه. الغيبه الطويله دي نعتذر عنها.
يعني كنا محتاجين نرتب امور شوية كتير، نرتب كل حاجة جوانا صح، ونحط نفسنا شوية أولوية في حياتنا. ف يعني حسيت ان انا كنت محتاجة شوية وقت مع نفسي ارتب الدنيا جوايا الاول وبعد كده اطلع لكم. كل واحد بيختار اولوياته بالدرجة اللي هي ترضي نفسيته ويرتاح فيها، ويبقى المواضيع اللي بتحصل حواليه ما تاخدش حيز جامد في مخه وتفكيره. بما اني شخص بيفكر كتير جدا، يعني عندي overthinking اصلا وعندي ADHD وحاجات كده في التفكير، ف يعني حسيت ان هو انا مش مجبرة ان انا احط نفسي في ضغط من كل النواحي للدرجة دي، ومش مجبرة ان انا احط نفسي في قالب يرضي الكل. انا مش لازم ارضي الناس كلها اصلا، وان الاهم في كل ده ان انا ارضي نفسي انا بس. فانا حسيت ان انا محتاجة احط نفسي اولوية شوية، ارضاء لنفسي وتقديرا ليها، لان الحمد لله انا اصلا مش من اول ما جيت كوريا ولا حاجه. انا يعني هي كوريا غيرت حاجات كتير فيا، بس انا من زمان قوي وانا بحب نفسي وبحترمها. بحب نفسي درجه غرور؟ لا، مش معنى ان انت بتحب نفسك ان انت مغرور، معنى ان انت بتحب نفسك بدرجه معينه ان انت ما يهونش عليك ان حد يقلل منك. كانت تصعب عليا نفسي قوي، يعني تصعب عليا نفسي قوي ان انا الاقي عدم تقدير من اللي قدامي واقعد اعيط واحس بظلم. ليه تتعامل معايا كده في حين ان انا باجي اشكرك ومؤدبة معاك ومحترمة معاك وبعاملك كويس؟ ليه شفت ده ان ده ضعف مني؟ فقابلتني بمعاملة لا ترضي نفسي لنفسي. فكنت بزعل قوي جوايا، اللي هو ليه ما استاهلش منك كده. بعدين لقيت هو انا ليه اصلا اقعد اقول هو انا ما استاهلش كده، هو انا ما استاهلش كده. ليه احط نفسي في القالب ده ان هو افضل طول عمري اثبت للي قدامي ان انا ما استاهلش كده؟ ما تعمل اللي انت عايزه، انت كشخص اعمل اللي انت عايزه، وانا كشخص هعمل اللي انا عايزاه. محدش مجبر يتعامل مع التاني طالما هو مش عاوز يتعامل معاه. لو انت كشخص مش عايز تتعامل معايا في فرحك قبل حزنك، انت مش مجبر خالص تتعامل معايا بجد حقيقي. اختار ان انت ما تتعاملش معايا وانا هحترم الاختيار ده، هحترمه، لكن ما تأذنيش، ما تقللش من قدري وتقلل من نفسي علشان ترضي نفسك. ما تحطنيش في قالب يرضي شخصيتك وتجبرني ان انا اعمل كده. انت ما تجبرنيش، لا انت تجبرني ولا انا اجبرك، لا انت تجبرني تفضل معايا ولا انا اجبرك ان انت تفضل معايا. فحسيت ان لا، في حاجات كتير لازم نرتبها، وده مش عيب في الاشخاص حوالينا، بالعكس ده عيب عندنا احنا، يعني حاجة عندنا احنا ان احنا معرفناش نحط اولوياتنا صح. فانت اولوياتك بدايتها انت طبعا، يعني على اهلك والحاجات المسلم بيها يعني، بس اولوية نفسيتك انت هترتاح في ايه؟ في كذا اعمله. ايوه بس ده مش هيرضى فلان ومش هيرضي فلان، انت مش مجبر ترضي حد. احنا مش موجودين عشان نرضي الخلق، احنا موجودين نرضي ربنا وبس، ونراعي ربنا وبس. بس فحسيت ان انا محتاجة وقت مع نفسي، ان انا احط نفسي اولوية شوية واركز مع نفسي شوية، اركز انا محتاجة اغير ايه، محتاجة افكر ازاي كده.
حسيت ان انا محتاجة اسكت اكتر ما اتكلم. و... ودي حقيقة، انت لما بتسكت دي حاجة انا اتعلمتها، يعني ان انا اكتشفت ان السكوت هيخلي كل حاجة جواك فعلها، يعني الفعل اللي حصل او اثرها عليك زي ما هو. قدر الألم اللي انت حسيته بموقف معين عديت بيه، لو سكت عنه هتحسه كما هو. يعني هو اللي حواليك هيشوفوا الألم اللي انت حسيته ده زي ما هو. كتر الكلام فيه هيقلل من واقع الألم ده عليك. مش عارفة هتفهموا قصدي ولا لا، بس لو انتوا زعلانين مثلا من فازة مثلا بتحبوها اتكسرت مثلا، يعني فازة بتحبوها قوي 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 اتكسرت، فمن زعلكم او من عدم استيعابكم ان انتوا مثلا كنتوا سبب انها تتكسر، او مثلا اتكسرت غصب عنكم او فمن زعلكم ان انتوا ما تستاهلوش ان الحاجة دي تحصل وقعدتوا تتكلموا عليها، اللي قدامك هيحس ان هو انت ايه التفاهة اللي انت فيها دي؟ انت يا ابني مكبر الموضوع، دي فازة عادي. هو مش عارف قيمة الفازة دي جواك كانت ايه. فبالتالي انت لما اتكلمت عنها كتير قوي وقعدت تقول زعلت واتكسرت وكنت بحبها وي 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 وي، فقللت من قيمة الألم ده للي قدامك. فاللي قدامك حس ان هو فازة، يعني انت ليه عامل كل ده في نفسك؟ مش فاهم، هو اللي قدامك مش مستوعب هو انت ايه اللي انت حسيت بيه. فاهميني؟ فحسيت ان السكوت ارحم بكتير من الكلام، فاخترت السكوت، لان دي الحاجة الوحيدة اللي من صغري بشوف فيها السلام، يعني بشوف فيها الامان. لو اتكلمت كتير انا هخسر الامان ده بس. فانا عشان كده انا مش هطول برضو في الكلام. ما صدقت ان انا فقت شويه الحمد لله. بس كنت طالعه بس ان انا اسلم عليكم واقول لكم ان انا ان شاء الله في فيديوهات كتير، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اصورها ان شاء الله. انا مش هقعد اتكلم كتير عشان انا بقعد اتكلم وفي الاخر ما بعملش اي حاجه. بس ان شاء الله اجيلكم فيديوهات كتير، احاول اصور ان شاء الله الفتره اللي جايه كتير، عشان محدش عارف ايه اللي جاي. هو مفيش حاجة مستاهلة ان احنا ما نقدرش قيمة المكان واللي احنا فيه والنعم اللي حوالينا دي، ان احنا نقضيها في اكتئاب وزعل، والدنيا كده كده يعني مش مستاهلة. فننبسط بقى باللي في ايدينا ونركز على اللي احنا فيه. بس بحبكم قد الدنيا كلها، بجد بحبكم قوي. شكرا لكل الناس اللي بتبعتلي على انستجرام، انا شوف كلامكم بس برد عليه وبحبكم والله جدا. و اما بس ما اكون زعلانه شويه ساعات ما بردش، ما بقدرش ان انا اتكلم، ما اقدرش ان انا افتح. بس ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. بتعلم وهتعلم. واتعلمت ان انا ما اديش حاجه اكبر من حجمها، وان انا دايما احط نفسي اولويه في حياتي عشان انا استاهل ده. ف هقفل كلامي بان انتوا اعرفوا قيمة نفسكم، قدروها، حبوها، احترموها، ما تخلوش حد يقلل من قدركم، وحتى ما يقللش من قيمة الوجع اللي انتوا بتحسوه من المواقف. بس قبل بقى ما امشي عايزة اقول لكم اعرفوا نفسكم كويس، خليكوا قريبين من ربنا، ادعوله، ادعوله دايما، هو دايما سامعنا. فخلوا دايما شكواكم لربنا، هو أحن وألطف وأرحم
من اي شخص حوالينا. خلوها على الله، متزعلوش، ما تدوش لحاجة اكبر من حجمها زيادة عن اللزوم، ما تخلوش مخكم يوصل لدرجة تفكير ان هو تخافوا ان هو يروح منكم. ماشي. حبوا نفسكم عشان تستاهل انها تتحب، بس قدروها، حطوها في المكانة اللي هي تستحقها. بس اشوفكم على خير، وان شاء الله اصور اكتر من كده. انا بس حسيت ان عايزه اتكلم معاكم شويه، ممكن يكون كلامي مش مترتب، ممكن اكون بطيئه وفي ناس كتير بتتضايق من البطء ده، بس هو حاجه عصبيه يا جماعه، انا مش هقدر اتحكم فيها. مش كفايه عندي سوشيال انكزايتي واي دي اتش دي وحاجات كده غريبه. آم، ففي حاجات كده ما بنعرفش نتحكم فيها، فلو لقيتوني بطيئه انا اسفه، انا هحاول اعمل اديت كويس عشان ما ابقاش بطيئه او زياده عن اللزوم. وبحبكم قد الدنيا كلها، والسلام.